الكون مليان أسرار. هو علم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن البرج القمري وقلنا قد إيه هو مؤثر على طبع الشخص، ما يقلش أهمية نهائي عن البرج الشمسي، وده سبب رئيسي في اختلاف صفات المولودين في نفس البرج. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن القمر في الأبراج النارية. النهاردة بقى هنتكلم عن القمر لما يكون في الأبراج الترابية العنيدة، مش كده؟ شطورة إنك لسه فاكرة. النهاردة معادنا مع القمر لما يكون في الأبراج الترابية. تمام قوي، يبقى نبتدي بترتيب الدورة الفلكية ونتكلم عن برج الثور، صح؟ كلمينا بقى عنه شوية. لما حد بيكون القمر عنده في الثور، يعني كلاكيت من المرة المليون لما حد بيتولد والقمر عنده بيكون في برج الثور وقت ما يتولد، بيبقى حد ضد التغيير وبيتضايق منه قوي، رتيب وتقليدي، نقدر نقول ممل شوية. ما أنا خدت بالي، مولود الثور بيركبوا 100 عفريت لما تقوله إننا هنغير حاجة أو هنشقلب له روتين حياته. فعلا هو بيعتبر التغيير بيهدد حياته المستقرة. هو حد عاشق للرفاهية والعيشة المرتاحة، بيحب الفخامة والحاجات السنية. انت هتقوليلي ده برنس في نفسه ومبدأه في الحياة جربعة مش هتجربع. فاكرة لما بكيزة هانم قالت كده في مسلسل بكيزة وزغلول؟ طبعا فاكرة، دي حاجة تتنسي؟ ده حقيقي فعلا، بس على فكرة في ميزة كبيرة قوي، هو صبور وحمول وعنده طولة بال فظيعة وهادي خالص وراسي كده. وعلى فكرة معظمهم طباخين شاطرين قوي، بيحبوا الأكل وتحضير العزايم اللي لازم تكون فخمة وعلى مستوى عالي جدا. سيدي يا سيدي، هو فعلا واخد على عز وأكل الوز، الفقر يمرضه وينكد عليه عيشته. وعلى فكرة هو أنيق جدا ولبسه كله ماركات وبيحب العياقة زي يعني. كمان على فكرة هم صوتهم حلو ومعظمهم بيعرف يغني، وعلى الأقل ودنهم موسيقية، تلاقي صوتهم حتى في الكلام رخيم كده وجميل. إيه الحلاوة دي، كروان الأبراج يا اخواتي. بالظبط، كمان بيعشق الجمال وبيقدره جدا، سواء في الشكل أو اللبس أو الديكور، وبيموت في الطبيعة الخضراء. أعرف كمان إنه رومانسي جدا ومشاعره رقيقة موت، بس جوانية ما يحبش يظهرها وما يعرفش يقول كلام معسول، وده نتيجة اتحاد الزهرة مع القمر. كفاية بقى كلام عن الطور، ده خد نص الحلقة لوحده. هنتكلم دلوقتي عن برج العذراء. أيوة كده، خشي بقى على التقيل. ده بقى يا ستي ينفع يبقى وزير المالية عشان مدبر قوي وبيعرف يحوش. فعلا أنا أسمع أن العذراء بيحب الفلوس وبيحترمها. كل الأبراج الترابية يا مولي بيقدروا الفلوس قوي لأنهم أبراج مادية ومش حسية خالص. هما فعلا قلبهم قاعد شوية وتقال قوي في نفسهم، وعقلهم شغال 24 ساعة، وعمليين جدا، وكل دي صفات حلوة فيهم. كملي وبعدين. اللي عنده القمر في العذراء بيكون مخطط ناجح جدا، دقيق الملاحظة قوي ولماح بشكل فظيع، موسوس نظافة، بيكره التلزيق وما يحبش البوس والأحضان الكتير. طيب تمام، على كده بقى ايه المجالات الشاطر فيها بحكم طبيعته؟ ينفع في أي شغلانة فيها تشغيل دماغ زي المباحث ومراقبة الجودة. نيجي بقى لآخر برج معانا وهو قمر الجدي، يا ريت تدينا فكرة عنه. ده بقى بيزنس مان الأبراج، راجل أعمال ناجح جدا، بيقدس كل ما هو مادي